في مشهد جماهيري خيالي وغير مسبوق، احتفلت جماهير برشلونة بشكل هستيري بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بعد هدفه الرائع في المباراة الودية التي جمعت الفريق الكتالوني بنادي بازل السويسري، حيث انفجرت منصات التواصل الاجتماعي بردود فعل غامرة وصفته بأنه جوهرة حقيقية وهالاند المصري والفرعون الذي سيغزو كامب نو، وسط مطالبات جماهيرية بإلغاء صفقات المهاجمين الجديدة والاعتماد عليه كمهاجم أساسي للموسم المقبل، بعد أن أثبت جدارته بتسجيل هدفه الثالث في المباريات الودية في أداء اعتبره البعض أفضل من فيران توريس ويذكرنا بليفاندوفسكي في أوج عطائه. وواصل المهاجم المصري الشاب البالغ من العمر 18 عاماً تألقه اللافت في المباريات الودية لبرشلونة بعدما سجل هدفاً رائعاً في شباك بازل السويسري في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعدما تلقى عرضية متقنة من كريم أديمي ليودع الكرة ببراعة في الشباك، في مشهد أثار إعجاب الجماهير الكتالونية التي تفاعلت بشكل واسع مع الهدف، وأكدت أن اللاعب يمر بفترة ذهبية تجعله جاهزاً للمنافسة على مركز أساسي في الفريق الأول. جماهير برشلونة، الجوهرة المصرية تخطف الأضواء. وتفاعلت جماهير برشلونة بشكل خيالي مع هدف حمزة عبد الكريم، حيث عبروا عن إعجابهم الشديد بالمستوى الذي يقدمه اللاعب الشاب، واصفينه بالجوهرة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، ومؤكدين أنه يقدم مستويات تليق بالفريق الأول. وكتب أحد المشجعين على منصة إكس: طريقة ركضه وتمركزه داخل منطقة الجزاء وتوقيته كله مثالي، لدينا جوهرة حقيقية بين أيدينا. وأضاف مشجع آخر: يا له من هدف، هذا اللاعب سيكون مميزا لنا هذا الموسم. وعلق مشجع ثالث: حمزة يطرق الباب بقوة، هذه الموهبة المصرية تهز حسابات برشلونة. كما لاقت صورة حمزة وهو يحتفل بالهدف تفاعلا كبيرا، حيث اعتبر المشجعون أن هذه اللحظة هي بداية مسيرة كبيرة للاعب مع الفريق الكتالوني، وأنه يمتلك كل المقومات ليصبح أحد رموز النادي في المستقبل. الهالاند المصري يثير جنون الجماهير، ولم تقتصر الإشادات على الأداء فقط، بل امتدت إلى المقارنات مع نجوم كبار، حيث رأى بعض المشجعين في حمزة نسخة جديدة من المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بينما وجد آخرون فيه سمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في أكثر فترات عطائه. وكتب أحد المشجعين: هل هذا إيرلينغ هالاند؟ وأضاف مشجع آخر: ربما لدينا هالاند الخاص بنا. وعلق مشجع ثالث: هذا ليفاندوفسكي في أكثر فترات عطائه. وأشادت شبكة رايزنج ستار 11 باللاعب ووصفته بهالاند المصري. جعلنا ننسى فيران توريس. وكانت المفاجأة الأكبر هي الإشادة التي حظي بها حمزة على حساب المهاجم الإسباني فيران توريس، حيث رأى العديد من المشجعين أن اللاعب المصري يقدم مستويات أفضل من توريس ويستحق أن يكون خيارا أساسيا في الهجوم. وكتب أحد المشجعين: لو كان فيران توريس مكانه لأضاع هذه الفرصة. وأضاف مشجع آخر: لقد جعلتنا ننسى فيران توريس يا أخي. وعلق مشجع ثالث: من المؤكد أن فيران توريس كان سيضيع هذه الفرصة، هذا هو الفرعون الذي نحتاجه. وأشار أحدهم أن فريق برشلونة يبحث عن مهاجم صريح، بينما الحل موجود داخل النادي. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن حمزة عبد الكريم يواصل التتويج في فترة الإعداد، حيث أصبح الهداف الأول لبرشلونة في المباريات الودية برصيد 3 أهداف، مشيرة إلى أن المهاجم المصري الشاب يتنافس بقوة على مركز المهاجم الصريح في الفريق الأول، خاصة في ظل احتياج برشلونة لمهاجم قوي يمتلك الطول والسرعة والقدرة على التسجيل بالرأس. طالب المشجعون إدارة برشلونة بالتمسك بحمزة، معتبرين أنه مستقبل النادي الكتالوني، وأنه يجب الاعتماد عليه في المباريات الرسمية بدلاً من إنفاق الملايين على مهاجمين جدد. وكتب أحد المشجعين: لما ننفق الملايين على مهاجم جديد وعبد الكريم يقدم أهدافاً كهذه؟
الحل موجود بالداخل. وأضاف مشجع آخر: حمزة يثبت أنه جاهز لدور الأبطال، امنحوه الدقائق هذا الموسم. الصحافة الإسبانية تشيد بحمزة وتطالب بمنحه الفرصة الحقيقية، ولم تقتصر الإشادات على جماهير برشلونة فقط، بل امتدت إلى الصحافة الإسبانية التي أشادت بالمستوى الذي يقدمه حمزة، وطالبت بمنحه فرصة حقيقية في الفريق الأول، مؤكدة أنه يمتلك كل المقومات ليصبح أحد نجوم الفريق في المستقبل. وكتبت صحيفة سبورت الإسبانية: حمزة عبد الكريم يواصل إثبات جدارته بالتواجد في برشلونة. الهدف الثالث له في المباريات الودية يؤكد أنه لاعب يمتلك شخصية قوية وقدرة على التسجيل في المباريات الكبيرة. فليك يجب أن يمنحه فرصة في المباريات الرسمية. وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو: برشلونة وجد في حمزة جوهرة نادرة يجب الاستثمار فيها بشكل جيد، خاصة في ظل الحاجة إلى مهاجم قوي في الفريق الأول. حمزة يطمح لمواصلة التألق وقيادة برشلونة. وفي تصريحات خاصة بعد المباراة أعرب حمزة عن سعادته بتسجيله هدفا جديدا مع برشلونة، مؤكدا أنه يسعى لمواصلة التألق وإثبات جدارته بالتواجد في الفريق الأول، وأن هدفه هو مساعدة برشلونة على تحقيق البطولات في الموسم المقبل. وقال حمزة: أنا سعيد جدا بتسجيل هدف جديد مع برشلونة، وأشكر المدرب فليك على ثقته في. سأواصل العمل الجاد لإثبات جدارتي، وأتمنى أن أحصل على فرصة في المباريات الرسمية. هدفي هو مساعدة برشلونة على تحقيق البطولات، وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك. بهذه الإشادات الجماهيرية والصحافية العارمة يثبت حمزة عبد الكريم أنه واحد من أبرز المواهب الشابة في العالم، وأن مستقبله في برشلونة يبدو واعدا في وقت ترتقبه الجماهير المصرية والعربية تألقه في المباريات الرسمية مع الفريق الكتالوني.